ونظن انه الجميع ربما يفكر ولا يتعامل كما احنا مع الامور الرياضيه والسياسيه. هما هذه فتره طويله من اللي سيسوا الرياضه، وشفنا الى حد انه يعني فوزي لقجع اللي هو وزير منتدب، هو عضو في مكتب الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، ويعني ما هذا امر ما قلق حتى واحد، وهو يعني امر مقبول حتى ولو كان يعني يتنافى مع القوانين الاساسيه للفيفا والكاف. نعم نزيم، قوانين الفيفا والكاف هذه القوانين تعطي الحق للجزائر برفض تلك القنصليات. أصدقاء ديالي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم ماروك بريس. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا قناة ماروك بريس ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك تفعلوا الزر ديال الجرس، لايك الفيديو وبارطاجيو أخوتي الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي، الجزائر تواصل استفزازها لفريق نهضة بركان بسبب خريطة المغرب الكاملة، وترفض تسليم قمصان فريق نهضة بركان إلى حدود اللحظة. أخوتي إلى حدود اللحظة مازال، وخا خرج قرار الكاف باش يسلموا للفريق نهضة بركان الأقمصة ديالهم، إلا أن كبرانات الجزائر تعنتوا وما قدروش أنهم يفرطوا في القرار ديالهم. مازال لحدود اللحظة كيرفضوا، وقال لك كيراسلوا الفيفا. المهم اخوتي، نتسناو نشوفوا شنو غادي يوقع الى حدود قرب انطلاق المواجهه. اصدقاء ديالي، بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا الفيديو. نتوما حكموا، كتبوا لي الاراء ديالكم اسفل التعليقات، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا الزر ديال الجرس ولايك الفيديو، وشكرا لكم. وللحديث أكثر مشاهدينا الأعزاء عن قضية الساعة والممارسات التي تقوم بها بعثة نهضة بركان منذ وصولها إلى أرض الوطن، معنا عبر خدمة الهاتف الإعلامي نسيم بالصولة. أهلا وسهلا بك معنا نسيم عبر قناة الشروق الإخبارية. بالمباشرة نسيم بالصولة، أكيد تابعت عن قرب ما حدث في الساعات الأخيرة. بعثة نهضة بركان التي كان من المقرر أن تأتي إلى الجزائر من أجل خوض مباراة في كرة القدم، مباراة رياضية قامت بممارسات من خلال تسييس هذه المواجهة والمحاولة بمحاولة لعب مباراة نصف نهائي الذهاب أمام فريق اتحاد الجزائر بقميص به خارطة، يعني خارطة لا تمت للواقع بصلة. ما هو تعليقكم بشكل عام عما حدث لحد الآن نازم؟ طبعا نظن انه يعني هذا مش امر جديد اولا، والنقطه المهمه هو انه نهضه بركان كما تقول جاوا يسيسوا مقابله كره القدم، لكن يعني كما يقول لك عندهم لي زاريير فونسي، فبديروا باليوم يحضروا في المباراه تاع الرجوع في وجده. كلها يعني سارت كما يلزم الحال. كان فيه يعني قبول طائره ما تجي مباشره، الاحتضان كان يعني كيفاش نقول لك بالورد يعني المعروف الجزائري كيفاش يرحب يعني بضيوفه. فلذلك كان لازم لهم هما يلقاو ربما نقطة اللي يتعلقوا فيها باش ربما يشوشوا أكثر وأكثر في الوفد تاع الاتحاد العاصمة في المقابلات تاع الرجوع. هذه النقطة الأولى. وثانيا مرة أخرى نظن أنه لازم نكونوا نتفطنوا، يعني ما نبقاوش ربما كما يقول لك نوايا، ونظنوا أنه الجميع ربما يفكر ولا يتعامل كما احنا مع الامور الرياضيه والسياسيه. هما هذه فتره طويله من اللي سيسوا الرياضه، وشفنا الى حد انه يعني فوزي لقجع اللي هو وزير منتدب، هو عضو في مكتب الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، ويعني ما هذا امر ما قلق حتى واحد، وهو يعني امر مقبول حتى ولو كان يعني يتنافى مع القوانين الاساسيه للفيفا والكاف.
نعم نزيم، قوانين الفيفا والكاف هذه القوانين تعطي الحق للجزائر برفض تلك القمصان، ونفس القوانين بالنسبة للفيفا في المادة الرابعة، حيث يمنع استعمال أي رموز سياسية أو دينية أو ما يميز بلد أي بلد آخر أو شخص أو مجموعة بسبب العرق والدين والسياسة. لكن نزيم بسول، السؤال المطروح بقوة، أين هي الكاف من كل هذا، من هذا القانون بالتحديد؟ شوف يعني نظن انه مره اخرى فيه يعني فيه فولونتي تاع التشويش وتاع تشويه الصوره. مره اخرى قاموا بكل شيء، وهذه الامور يعني مراهيش يعني امور مخططه، ويجيو يعني بورقه الطريق باش يشوش لك، باش يشوه الصوره تاعك، باش يخليك ربما الاعضاء الاخرين تاع الكاف ولا حتى الجمعيات العضويه اللي عندها العضويه في الكاف تشوفك كمشوش ولا كاتحاديه ولا تاع مشاكل. اليوم شفنا بلي راهم يحتضنوا يعني في اجتماع تاع المكتب التنفيذي عندهم، وكانت لهم فرصه انه مره اخرى يقول لك شوف الجزائر عندنا مشاكل معها. لكن لازم نذكروا انه حتى ولو الكاف يعني مشات في هذا المخطط، وهي راهي يعني مايله للطرف هذا منذ 2017، وإحنا كنا نددنا بها وقمنا يعني بالكثير من التحريات يعني المقالات في جريدة البطولة وموقع فوت أفريك. اليوم ما نسوش باللي الشيء اللي حابب يقوم به هذا الفريق نهضة بركان كان منع من طرف الفيفا، منع من طرف الفيفا في يعني أكبر منافسة كرة القدم اللي هي كانت كأس العالم لقطر. ربما نذكر المشاهدين الكرام وحتى الزملاء أنه الفيفا منعت الأقمصة تاع 7 دول أوروبية اللي كان هي فيها يعني رسالة سياسية، لما كانوا يعني الأوروبيين حبوا يدخلوا في قطر بالبراسار تاع كابيتان وان لوف، وحتى يعني بلجيكا اختارت قميص بعدة ألوان، وكان هو يعني رسالة اعتبرتها الفيفا رسالة سياسية. منعت كل هذه الفرق من يعني الدخول إلى الملاعب بهذا يقول الأقمصة وحتى لبراسار دو كابيتان. دونك اليوم الأمر راه واضح، بارتي دي مومون نقولوا باللي قضية الصحراء الغربية تعتبر ك يعني أرض محتلة من طرف الهيئات الدولية والأمم المتحدة على رأسها، هذا أمر سياسي. لكن نزيم يعني كيف تجرأ فريق نهضة بركان، للعلم أنه فوزي لقجع كان رئيس هذا النادي في فترة سابقة قبل أن يكون رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، كيف تجرأ هذا الفريق على خوض المباراة السابقة أمام فريق أبو سليم الليبي في منافسة كأس الكاف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بقميص فيه هذه الخريطة التي لا تمت بالواقع الصلة؟ يعني كيف تجرأ؟ أين كانت الكاف؟ أين كان المسؤولون على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة وأنه الصحراء الغربية الديمقراطية يعني هي آخر مستعمرة في إفريقيا ومعترف بها أيضا في الإفريقيا؟ يعني كيف تمكن فريق نهضة بركان، كيف تمكن هذا المدعو فوزي لقجع من الدخول في كرة القدم الإفريقية واللعب بهذا القميص؟ يعني من أتاح له هذه الفرصة؟ شوف يعني فيها ربما 2 نقاط. اولا هو يعني اليوم يعتبر انه يستطيع انه يقوم باي شيء على مستوى الاتحاد الافريقي، هذه امر يعني راهو مقنع به. وثانيا لما ما يكونش يعني فيه اي احتجاج من اي طرف، فالكاف يعني ما تحركش. الكاف ربما اندهشوا يوم الجمعه لما بدات هذه المسرحيه تاع فريق بركان. لكن مره اخرى هل فيه يعني اطراف اللي راهي تروح تشوف الكاف وتقول لهم باللي يا ودي فيه مشكل هنا، فيه مشكل هنا، هم القوانين الاساسيه تاع الكاف ولا قوانين تاع البطولات واش راهي تقول؟ ولا احد، لانه كلهم يعني ربما مرتزقه ولا عندهم امور مع فوزي لقجع اللي سهل لهم، اللي ربما اعطاهم مناصب ولا يعني حتى ساعدهم في انهم يكونوا اعضاء المكتب التنفيذي كما شفناه في شهر جويليا الماضي لما يعني قام بكل شيء لاقصاء الممثل الجزائري. فهذه الامور اليوم تخلي انه يعني يشعر بانه هو يعني المسؤول الرئيسي، وربما يعني كما يقول لك الرئيس الحقيقي لهذه الهيئه. فلذلك هو يبقى يعني يطبق ورقه الطريق تاع المخزن تاعهم اللي هي يعني استفزاز الجزائر ويعني خلق مشاكل وهميه
كما يقول لك يعني يخسر لك صوره تاع صورتك وتاع البلد وكل يعني ما يتعلق بالجزائر. هذا من الجانب المغربي. نتفق نازم على أنه نظام المخزن بمعية أيضا فوزي لقجع يعني توغلت كثيرا في نظام كرة القدم الإفريقية، وأصبحت تدير كل شيء هناك والجميع صامت، لا أحد يتحرك. لكن من الجانب الجزائري، الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة وليد صادي، ماذا يمكنه أن يفعل؟ ما هي الورقة التي يمكن أن يضغط بها على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ هل توافقني الرأي إذا قلت لك هي ورقة الفيفا والمواد التي تنص عليها كالمادة التي ذكرناها قبل قليل؟ هل يمكن للاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة وليد صادي الضغط على الكاف من خلال ورقة المادة رقم 4 في قانون الفيفا؟ شوف، هي يعني ديجا اولا لازم تكون قبل كل شيء لازم تكون فيه اراده واستراتيجيه. اليوم رانا كما نقول لك امام الامر الواقع. اليوم اول ورقه تاع الضغط هي انه الاتحاد العاصمه يتقدم الى ملعب 5 جويلية وينتظر الخصم تاعو. في حاله ما اذا الخصم جاء بلباس كما يقول لك كونفورم لخوض المباراه، حكم المقابله حيعلن بدايه المباراه. في الحاله لا، يعني يعلن ديفو ديكيبمون ويعطي الفورفي للاتحاد العاصمه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي اكيد انك يلزم يعني تاخذ بعين الاعتبار وحتى يعني تشوف القوانين تاع الفيفا، لكن مره اخرى ما تقدرش يعني تتعامل مع هذه الهيئات كما يقول لك بالوان شوت. لما يكون مشكل ترفع شكوى. هذه امور كما نقول لك ربما تتطلب وقت كبير، تتطلب كما يقول لك دي كومبيتونس، الناس اللي تعرف هذه الهيئات، الناس اللي منخرطه في هذه الهيئات، اللي عندها علاقات حتى شخصيه مع اطرافها. فلذلك اليوم حتى ولو يعني تقوم برفع شكوى، من المحتمل انه الفيفا تقول لك يعني ما فيش مشكل، عندهم الحق. لكن لما يكون عندك يعني وسائل للضغط واللوبيات مرة أخرى لي كومبيتونس والرجال اللي لازم ربما يسمعوا لك وياخذوا بعين الاعتبار. الشيء الآخر اللي ربما نضيفه، اليوم الاتحادية عندها يعني من نصف عهدة، يعني بضعة أشهر بقاتلها. أول خطوة نظن هي يعني باش يكون عندك ربما مصداقيه وزن باش الناس تسمع لك، هي هاد الناس هادو لازم يتعودوا انهم يمروا على الجزائر كما يزوروا بلدان اخرى، كما يتوقفوا في بلدان اخرى. يلزم الجزائر ترجع يعني محطه زياره وعمل لهذا نعم نازم، نوضح فقط نقطة مهمة، على أنه الكاف لحد الآن لم تلزم أي طرف، لا فريق نهضة بركان ولا فريق اتحاد الجزائر، بأمور معينة، بل أرسلت لحد الآن خطاب رسمي ملزم من الكاف جاء فيه إيميل يعني أرسل إلى المعنيين من خلال مسؤول المسابقات عماد شنودة الموجود في الجزائر بصفته محافظا للمباراة. هذا الخطاب وهذا الإيميل لا يحمل أي إلزام أو تهديد لأي كان، لا من جهة اتحاد الجزائر ولا من جهة فريق نهضة بركان، بل يدعو الطرف الجزائري للتدخل على مستوى الجمارك لأجل السماح للفريق المغربي باستلام أقمصته المحجوزة. وهذا لن يكون تماما سيادة الجزائر فوق كل اعتبار وغير ممكن أن تلعب هذه المواجهة بهذا القميص الذي صمم خصيصا لافتعال هذه الأزمة من قبل نظام المخزن وفوزي لقجع، أليس كذلك؟ أكيد خاصة نشوف. نعطيك مثال، إذا هذا الوفد جاب معاه ربما كيف يقولوا دي سبستانس إليسيت، ربما امور المنشطات ولا اشياء مثل هذه، وقامت الجمارك بحجزها، هل الكاف عندها يعني الجرأة او يعني البوار باش تفرض شيء على الجزائر لما تقوم بجلب يعني امور اللي ما راهيش الممنوعات ما تدخلش يعني في الحدود؟ فهذا القميص باعتباره انه
ربما سلعه ممنوعه تحجز من طرف الجمارك. ونشوفوا باللي يعني الكاف وش تعمل. الكاف عندها كما يقول لك الانترلوكيتور نتاعها الاول هو الاتحاديه، تحاول انه تشوف مع الاتحاديه باش تسهل الامور، لكن لما يكون امر ممنوع في بلد، مره اخرى نذكر حكايه كاس العالم في قطر، كانت امور ممنوعه، ويعني حتى ولو كانت الفيفا وكانوا يعني فيها كيف يقول لك اتفاقيات دي كونترا مع شركات، لكن قطر فرضت على الفيفا وعلى كل المشاركين احترام قوانين دولتها. وهذا الامر اليوم انا نشوفوه مع هذه الاقمصه التي حجزت من طرف الجمارك الجزائريه. شيء اخر، الاتحاديه ما عندها اي يعني سلطه او اي يعني قرار تاخذه الا بالالتزام بالامر اللي اتخذته الجمارك الجزائريه. نعم. الإعلامي نزيم بصل، كنت معنا عبر خدمة الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. اصدقاء ديالي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، واخا ما فيه ما يتعجب اخوتي، لان فيه كيهضروا علينا بسوء، وقال لك حنا حكا فوزي القجع هو اللي كيتحكم في دواليب الكاف وعنده سلطه قويه داخل الاتحاد الافريقي، وقال لك هما لازم يتحركوا ولازم يراسلوا الفيفا وما بقاوش عندهم حتى هما لوبيين في الكاف. المهم اخوتي، راكم عارفين الاعلام الجزائري دائما البكا والشكا، وما يهضروش على الكره، ما كيهضروا هما ديما خصهم ينوضوا لنا المشاكل داخل المغرب. والحمد لله الصحراء غتبقى مغربيه، وكنتمنى ان شاء الله في حاله تقامت هذه المقابله هذه في مباراة الإياب يلعبوا في مدينة العيون المغربية، يلعبوا في الصحراء المغربية، ويديو شي جمهور تما اللي يكون كتير، وكله بيهزوا خرائط مغربية والعالم المغربي. الأصدقاء ديالي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.